تقف في سيارتك على إحدى إشارات المرور في شوارع رام الله لترى بعض الأطفال بعمر الزهور وشبان وفتية يافعين، نسوة ورجال كبار بالسن يمسحون زجاج السيارات ويستعطفون الناس بعبارات تشكو الحال، بأجساد تكسوها ملابس مهترئة وأياد ممدودة ليتمكنوا من الحصول على عائد مادي يقيهم قسوة الظروف. قد يكون البحث عن العمل والرزق قد يكون سبب في ذلك، لكن لو أجينا من الناحية القانونية هو ممنوع أن تقف على إشارة ضوئية من أجل أن تقوم ببيع شيء ما أو العمل على الإشارة الضوئية، هذا ممنوع من الناحية القانونية. لذلك تقوم الشرطة بمتابعة هذا الموضوع، وخاصة ما يخص الأطفال. منذ بداية العام تعاملت الشرطة مع 13 قضية تسول، 26 قضية عمالة أطفال في محاولة للحد من هذه الظاهرة. لا تتوفر إحصاءات حكومية دقيقة وشاملة فيما يتعلق بأوضاع التسول في فلسطين، إلا أن جميع المحافظات الفلسطينية باتت تعاني من هذه الظاهرة، خاصة المدن الرئيسية أكثر من الريف والمخيمات، فهي تمتاز بحركة اقتصادية نشطة علاوة على وجود معظم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والجمعيات الخيرية والمراكز التجارية. طبعا هاي ظاهرة يعني لها أسبابها أكيد، يعني هاي بتتواجد من فترة طويلة جدا. هلا في يعني بيتم في إجراءات ما بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العمل إضافة شبكات حماية الطفولة. بالطبع اللي ما فوق 15 سنة القانون بنظم في آلية عمل معينة لهذول الأطفال. بيتم إجراءات كمان بحقهم، بحق المشغلين إلهم، بس اللي ما دون 15 سنة يعني في إجراءات أخرى بتتم عبر شبكات حماية الطفولة، عبر مرشدين الحماية الموجودين بالميدان. إن الأسرة والمدرسة والمجتمع يلعبون دورا مهما في الحد من ظاهرة المتسولين وتشرد الأطفال، فالأسرة هي النواة الأساسية التي تتوقف على سلامتها سلامة المجتمع، ومما لا شك فيه إن الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة عليها أن تتحمل مسؤوليتها للتصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الفلسطيني. باتت مشاهد المتسولين في شوارع رام الله معلما يوميا نراه، خصوصا بعد التراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والذي من الممكن اعتباره السبب الرئيسي في ظهور مثل هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الفلسطيني وعن عاداته وتقاليده. من مدينة رام الله لتلفزيون القدس، ربع عياش.